السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشروا، 30 من أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين هيشاركوا في مؤتمر صحفي بكرة في اسطنبول. هيعلنوا رجوع البرلمان اللي اتحل بحكم المحكمة سنة 2012، وده كلام من مصادر إخوانية لليوم السابع. حسب اليوم السابع الدعوة توجهت لأيمن نور، زعيم حزب غد الثورة اللي ما كانش عضو البرلمان، ومع عزام رئيسة المجلس الثوري المصري، والدكتور عمرو دراج، ومن أعضاء البرلمان المنحل رضا فهمي وصابر أبو الفتوح وعبد الموجود الدرديري وجمال حشمت ومحمد الفقي وأشرف بدر الدين وحاتم عزام وثروت نافع وخالد محمد. الإخوان أعلنوا عن الفكرة بعد اتصالات تمت بينهم وبين المسؤولين في الحكومة التركية اللي أكدوا دعمهم وموافقتهم على المؤتمر. احرقوا بنزين، احرقوا، ما هو البنزين ببلاش، ما هي تركيا بتاخد البنزين من داعش ببلاش، فعمالة تحرق بنزين. هتعمل مؤتمر لرجوع المجلس المنحل. دكتور كمال حبيب قال اليوم السابع ان انعقاد برلمان الاخوان في اسطنبول مرتبط بحاله دوليه متجاوزه لفكره الدوله الوطنيه المصريه، وقال ان بطاقات الدعوه مكتوبه بالانجليزي والتركي مش حتى بالعربي.